هاي، النهاردة هنكمل سلسلة Future Simple Tense. لو فاكرين الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن القاعدة الأساسية. النهاردة هنتكلم عن امتى هقول will وامتى هقول shall. الفرق بسيط بس خليكم معايا. Let's go. خلينا نبدأ will. بنستخدمها مع كل الضمائر تقريبا I و we و you و they و he و she و it. مثال I will call you later، يعني هكلمك بعدين. will بنستخدمها لما نكرر حاجة في اللحظة، زي مثلا لو حد قالك it's cold here فترد تقول له I will close the window، يعني أنا هقفل الشباك دلوقتي. will بتساوي قرار سريع أو وعد. أما shall فدي زمان كانوا بيستخدموها مع I و we بس، زي I shall go now we shall meet soon. لكن في اللغة الحديثة الناس بقت تستخدم will بدلها في أغلب المواقف. يعني النهاردة لما تقول I will go عادي جدا ومفيش فرق حقيقي في المعنى. بس خلي بالك shall لسه بتستخدم في اللغة الرسمية أو في العروض والاقتراحات، زي shall we dance shall I open the door. يعني shall معناها اقتراح مؤدب أو طلب لطيف. فباختصار كده will بتساوي وعد أو قرار سريع، وshall بتساوي اقتراح أو أسلوب رسمي أو اقتراح مؤدب أو طلب لطيف. ده الفرق. لو الفيديو عجبك اعمل لنا لايك وسبسكرايب وفولو وشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد، وما تنساش تتابعنا الحلقة الجاية عشان تعرف باقي السلسلة. باي باي، see you later.